الرجال وسبي النساء والاطفال وتقسيم الاموال. 900 راس. فرصة تانية، تصالح وصفحة جديدة. هل الامتيازات العظيمة دي خدها شهداء مصر، الرجالة والشباب اللي زي الورد اللي مصر خسرتهم، اللي راحوا بسبب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؟ جماعة الإخوان المسلمين اللي عيشت مصر حقبة من الإرهاب، الخوف، الفزع، وفقدان الأمان، وفقدان في أرواح المصريين، سواء كانوا بيدافعوا عنها أو مدنيين ملهمش ذنب. قرار إزالة العناصر الإرهابية، خلاص يقدروا يرجعوا ينخرطوا في المجتمع المصري ويعيشوا ويتعايشوا زي الأول بالظبط، كأن شيئا لم يكن. دي خطيئة شنيعة في حق الشعب المصري وأسر الشهداء، نسوان أرامل وأطفال متيتمين. هنقول ايه لولاد الشهداء؟ هنقول لهم معلش يا حبايبي، اصل هندي فرصة تانية ونفتح صفحة جديدة مع اللي خربوا مصر وعيشوكوا يتامى وقتلوا ابهاتكم، وهنديهم الفرصة اللي ابهاتكم، اخواتكم، كل حبايبكم اللي راحوا عنكم ما خدوهاش. تخيلوا معايا عقليات مثلا زي عقلية وجدي غنيم لما ترجع وتنخرط في المجتمع المصري من اول وجديد، نقطة ومن اول السطر. اصل البشر فانيين، ولكن الفكرة ما بتموتش، الفكرة بتتنقل وبتكبر وبتتطور. فبعد ما نكون خلاص اخيرا اتخلصنا منها وقتلناها، نرجع نزرعها تاني في المجتمع المصري. كل اللي انا عايز اعرفه، هل من العدل ان احنا ندي جماعة الاخوان المسلمين وكتير من عناصر الارهاب واللي مات هو واسرته لاجل مصر مالوش الحق انه ياخد نفس الفرصة؟ وكان معكم حراس كابتن مسلم، يلا اقعدوا بالعافية.